اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. ازيكم؟ وحشتوني احلى متابعين. النهارده جايه لكم فيديو حلو، يا رب يعجبكم. ما تنسوش تضغطوا لي لايك 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 لان انتم مقصرين في حاجه والله في حكايه اللايك. الله يسعدكم يا رب. يلا بينا نبدا نقول بسم الله ونزيد النبي كمان صلاه عليه افضل الصلاه والسلام. يا حبيبي يا رسول الله، اللهم انصر اخواتنا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. بص هنا بقى مبدئيا ان انا بعمل الكوكيز، مفيش شوكليت شيبس يعني، فقررت ان انا اعمله في البيت. ليا كام يوم اقول ان انا عايزه اعمله كده وادور، هنا مفيش اللي هو الشوكليت شيبس وكده، فقررت ان انا اعمله. بنت اخويا بتقول لي يلا اعمليه كل شويه، يلا يلا، فقلت قررت النهارده قمت كده عشان نفطر بيه، لان مفيش حاجه نفطر بيها مع كوبايه الشاي وكده، فقررت ان انا اعمل الكوكيز. فهنا بقى سيحتها مع معلقه سمنه بلدي جميله، وخلطتها كيس ثلاجه يعني، وابتديت ان انا احطها كده زي ما انتم شايفين يا حبيب قلبي، وخرمتها كده خرمه بسيطه علشان ان انا اعمل زي شكل الشوكولاته الشيبس يعني، علشان مش موجوده لغايه ما اعمل الكوكيز يكون جامد يعني في الثلاجه. فانا حطيتها في الثلاجه، بسم الله ما شاء الله يعني، طلع جميل وتحفه يا جماعه بجد، مفيش حاجه توقفكم يعني. لغايه ما عجنت الكوكيز كانت هي جمدت في الثلاجه، بسم الله ما شاء الله، حلوه جميله جدا جدا يعني. مش مشكله ان هو مفيش كوكيز، انت تجيبي شوكولاته كده واعمليها زي ما انا عملتها كده، سيحيها وحطيها في صينيه، وابتدي ان انت تحطيها في كيس واعمليها زي الشوكولاته الشيبس ده، وتعالي حطيها في الفريزر لغايه ما تعجني انت الكوكيز تكون طلعت. بجد بجد طلعت جميله جدا وحلوه ومكوناتها خفيفه جدا. انا اول مره اعمله بجد، طلع فظيع جدا يعني. بكوبايه عسل واحده عملت انا بسم الله ما شاء الله يعني كميه حلوه، مع بيضه مع نص كوبايه زيت. انت لو مش عندك زيت ماشي، عندك سمنه خدي، عندك الزبده ماشي كمان يبقى احلى، بس انا ما كانش عندي متوفر يعني الزبده ولا السمنه، فكوبايه زيت نظيفه كده كانت نص كوبايه زيت يعني، حبيت ان انا احطها مع العسل ومع البيضه وذره الفانيليا، وبعد كده حطيت ذره البيكنج باودر، وبعد كده حطيت الدقيق على حسب ما يلف، هو المفروض 3 كوبايات على حسب نوع الدقيق. بعد كده انت بقى تزودي شويه شويه، هتشوفي معايا بالظبط كده، لان انا نوع الدقيق كان شويه فزدته يعني 4 كوبايات بالظبط يعني. تمام يا حبيب قلبي، هتشوفوا انتوا المقادير بالظبط قدامكم. هنا كانت ما شاء الله عمليه 3 صواني، وكمان ما جددتش، شفت الشوكولاته دي كلها اللي انا عملتها ما جددتش للمكونات اللي انا عملتها دي، طلعت زياده يعني، فعملت اشكال تانية يعني. جبت كده عملتها مدور زي الكوكيز بالظبط، ومدار ان انا احط لها شوكولاته كده من فوق عملتها بالشوكه زي طلعت شكل حلو كأن بسكوته كده، فما شاء الله طلع جميل جدا يا بنات. هنا ابتديت ان انا بقى تنزلي بالدقيق واحده واحده كده، نزلت باول كوبايه، بعد كده بقى تقلبي بالسباتولا، لسه جايباها جديده يعني. انا كنت في الشوارب في شارع الشوارب، ففي راجل كان بيبيع المعالق دي، فحبيت ان انا اجيبها علشان المعلقه اللي كانت بتاعتنا يعني اتكسرت وكده. فالصراحه دي بسم الله ما شاء الله يعني معلقه حلوه يعني، تعرفي تضربي بيها كيكه، تعرفي تضربي بيها الكوكيز، اي حاجه كده، فبجد بجد جميله يعني. فقررت ان انا اجيبها، كانت 30 جنيه تقريبا، 30 جنيه، فحلوه جميله جدا. هنا كانت بنت اخويا جنبي، فهي كانت مشجعاني ان انا اعمل لها الكوكيز، كل شويه تقول لي قومي يا عمتو اعملي الكوكيز وكده، فعلشان خاطرها الصراحه انا قمت عملت وكده ليها الكوكيز ده، وعلشان برضو ان احنا نفطر بيها، لان مفيش حاجه ان احنا نفطر بيها مع كوبايه الشاي يعني، مفيش طحنيه مفيش جبنه كده يعني، فحبيت ان انا اعمل نفطر بيها. بعد كده بقى علشان نعمل الاكل ونعمل بقى، انا عندي الاوضه مقلوبه قلب يا بنات، فظيع بنات، هتشوفوها دلوقتي معايا بجد والله العظيم، عباره عن خراب مخليها بنت اختي كل شويه تجيب المكياج كده وتحط الروج وتلخبط هنا وتلخبط هنا، فبجد بجد فظيعه، ربنا يصلح حالها يا رب ويهديها، قولوا امين يا بنات. يلا يا بنات حطوا لي اللايكات، اوعوا تكون لو وصلت لغايه هنا وما حطيتليش اللايك اجري حط اللايك يا حبيبه قلبي، ويلا نكمل الفيديو. هنا بسم الله ما شاء الله لغايه ما عجنت الكوكيز، كانت الشوكليت شيبس كان خلاص يعني جمد وكده، فبقت معايا صغيره صغيره كده زي بتاعه المحلات، بس هي المحلات هي صغيره جدا، بس دي كبرت معايا بس خطيره برضو حلوه
ماشي. في ناس بتحطها كمان اكبر من كده على الكوكيز، بس انا عجبتني كده. وخطيت بقى عملت دواير كده، عملت كوره كده من العجين، وابتديت ان انا ابططها على الشوكليت الشيبس ده واحطها في الصينيه. بسم الله ما شاء الله طلعت تحفه. بس هنا يا بنات كانت هي رقت شويه مني، فحبيت ان انا احط لها كمان دقيق تاني يعني عشان تبقى متماسكه وحلوه. كانت العجين بتلزق في ايدي، بس والله كانت طريه جدا وحلوه تمام. جميله 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 الصراحه يعني. ان شاء الله باذن ربنا هي خلصت دلوقتي، خلصت يا بنات يعني بسم الله ما شاء الله يعني. انا عملتها الصبح واتاكلت. هنا بصوا كنت عملت 4 وحدات كده، فحبيت ان انا اشوفها في الفرن. شغلت الفرن الكهرباء. النصيبه النهارده كانت عملتها معانا الانبوبه يعني. انا كنت خلاص هعمل الكوكيز دي وهروج الاوضه بتاعتي، وهعمل طلعت يعني لحمه مفرومه، قلت ان انا هعمل بيها كفته الحاتي كده. كنت هعمل معاها كبسه كده بس بالرز المصري ومعاها طحينه. بس تقولي ايه، بس امي جابت الصبح بقى كنا فطرنا وخلاص وتمام، ودخلت على اوضتي بتقول لي انا هعمل. اقول لها لا استني يا امي انا هعمل، لا انا عايزه كفته برز، انا عايزه كفته الرز. قلت يا ماما اعمل اللي انت عايزه تعمليه. لغايه ما خلصت الاوضه كانت فعلا ان هي عملت. اقول لها استني هنعمل الكفته يعني التانيه هتبقى طريه وحلوه وفي الفرن. ما سمعتش يعني مني. راحت عملت كفته الرز، وكانت يعني كانت بتشطب كده الانبوبه معانا، وبرضو يعني ما كملناش كمان اكل وكده. فعملت معاها كانت في شوربه وكده، عملنا طبيخ يعني اخضر، وعملنا الكفته دي كمان ما كملناش. كنا المفروض نعملها كمان بصلصه، بس هي ما عملتهاش بصلصه حتى طلعت لينا يعني كام واحده كده. الباقي كله التاني في التلاجة. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله اتغدينا مع كان طبق مسقعه، واتغدينا والحمد لله ولله الحمد يعني. خلاص خلصت الكوكيز كده وشربت لي قهوه باللبن مع الكوكيز حبيب قلبي، وانا عملت لهم بقى هنا شاي بلبن وفطروا هما. وهنا دخلت على الاوضه زي ما انتم شايفين يا حبيب قلبي. قولوا لي يا لهوتي على الاوضه يا خراب، بجد بجد خراب. بنت اختي الصغيره دي مخليها لي عباره عن زريبه كده. قمت يلا قلت ان انا انضف الاوضه دي، وما ينفعش ان انا اقعد فيها كده اصلا. فنضفت الاوضه وكنست كده، وابتديت ان انا اكنس كده واشيل الحاجات من تحت السرير وكده. وهنا خلاص ابتديت ان انا اخلص الاوضه يا حبيب قلبي، وابتديت ان انا اكنس كده زي ما انتم شايفين. صحفت السرير كده وابتديت ان انا اكنس تحت منه. وهنا الباسكت عزكم الله لميت الورق اللي فيه. وهنا بقى ابتديت ان انا افرش الملايه زي ما انتم شايفين يا حبيب قلبي. وهنا كانت اختي جايبه لي دفايه لونها حلوه ان شاء الله كده تعجبكم يعني. حبيت ان انا افرشها لان انا ما فرشتش معاكم فرش الشتاء يعني. فهو دي نوعا يعني من فرش الشتاء الدفايه كده، فحبيت ان انا افرشها. دي اول مره ان انا افرشها بجد، طلعت حلوه وجميله يعني. وبعد كده يا حبيب قلبي خلاص كده هبتدي ان انا امسح وافرش بقى السجاد وكده. وهتشوفوا ابتديت ان هنا ان انا اعدل الستاره كانت مش مظبوطه. وهنا الخروف ده اللي انتوا شايفينه على الكومودينه حبيت ان انا احط فيها بس الشواحن وكده يعني درجه، فيبقى لي احسن من ان هي كلمه ميرو. كلمه ميرو دي خطيتها على المكتبه. وبس هنا كده كنت خلصت بقى الاوضه. وشوف الاوضه بس ما شاء الله طلعت حلوه. هنا بقى بقول لكم اهي الانبوبه خلاص بتسحب كانت معانا، فبالعافيه كملنا بس شويه كده من الاكل بس الحمد لله. وادي كان غدانا، وان شاء الله يكون عجبكم كده الفيديو، واشوفكم على الف خير يا حبيب قلبي، ومع السلامه.